السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك لهذا الفيديو، ربنا يكرمكم. هنتابع مع بعض تعليق رضا عبد العال على مباراة الزمالك اليوم، واتهم جوميز بأنه هو سبب الخراب وسبب ان لو الزمالك خرج من البطولة يبقى انت السبب، وقال له انت بتألف وقال له كلام كتير. تعالوا نتابع الفيديو. جوميز بيألف. جوميز سبب التعادل النهارده. جوميز يعني لو انت مثلا عايز تقول الزمالك يخسر المباراه دي او يتعادلها، ما يعملش اللي هو عمله. يعني مش منطقي ابدا ابدا بالتشكيل ده، مش منطقي. هنقول لك في غيابات، لا مش عايزين نتحجج. انت ما كانش عندكم لعيبه اصلا وجي لعيبه، يعني ما تقوليش غيابات ومش غيابات. ايه المانع النهارده ان يبدا بمحمد شحاته؟ محمد شحاته اللي هو دلوقتي يعتبر احسن نص ملعب في مصر. انا ما اعرفش هو ما بيبداش بيه ليه. هو بدا بتشكيل سيء 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 للغايه، وقتل مصطفى شلبي وخلى الناس دلوقتي هتطلع تبقى في البرامج هيمسكوا شيكابالا النهارده هيفنطوه. بدأ بعواد ماشي، المسلوسي وحسام مجيد ده اللي لعب بيه الفترة اللي فاتت. بس احنا بنقول له انت ازاي بقالك فترة مش قادر تركز ان الزناري في الحتة دي يلعب منتخب مصر مستريح مكان المسلوسي اللي هو النهارده كان عامل بلاوي متلتلة الشوط الاولاني. واحدة عملها انفراد للراجل، والتانية اللي بيرجعها لعواد، واقل عواد كمان اتصاب وكان ممكن تخسر عواد النهارده برضه باستهتار. ما ينفعش في الحتة دي، ما ينفعش. ما تطرفوا ناحيه الرايت وتدخل الزناري. انت ما بتشوفش؟ امال انتوا مدربين ازاي وبتاخدوا بالعمله الصعبه ازاي؟ يعني انت مش شايف ان راجل زي الزناري ده الماتش اللي فات لما انت لعبته ماشي نزل فيه قتال وفيه مش عارف ايه، انما مش حتته. انت لعبه في حته القلب ديت جنب حسام مجيد هيسدوها لك الاثنين، لان في مصر كلها ما فيش راس حربه يقلق اي حد، واحد يمسك والتاني يغطي وراه وخلاص والموضوع انتهى. انما بالنسبه للمسلوسي في الحته دي اقسم بالله دمار وخراب على نادي الزمالك، وخراب، انا بقول لك وخراب. بعد كده نص الملعب الفتي بعينه، حطيت دونجا حط جنبه محمد شحاته، ماشي. هتلعب احمد حمدي من البدايه، ماشي. ما كانش كبالة كان يلعب متيابه والجزيري عشان ان جايب جونين والراجل اللي اسمه مصطفى شلبي. انما انت بدات لعبت شيكابالا ولعبت مصطفى شلبي ولعبت الجزيري ولعبت متيابه واحمد حمدي، ماشي. خطه هجوميه بس ما فيش تناغم بينهم، ما فيش انسجام بينهم. كل واحد عايز يمسك كوره ويلعب لنفسه، ملوش دعوه باي. عشان كده ما شفناش الاداء. انما انت لو بتلعب من الاول محمد شحاته ودونجا وقدامهم احمد حمدي، وناحيه اليمين متيابه وناحيه الشمال مصطفى شلبي، كان هيبقى لك شكل، كان هيبقى لك شكل وهيبقى لك طعم. بعد كده تغير احمد حمدي اللي بصراحه بقى له 3 ماتشات مش موجود خالص من بعد ماتش فيوتشر، ما حدش شايفه مش عارف ليه. وانت كده يا احمد لعيب كويس وكل حاجه وبنشيد بيك وكل حاجه، بس انت بقى لك 3 ماتشات وحش وحش بجد. ماتش الاتحاد، ماتش الاهلي، وماتش النهارده مالكش اي بصمه، مالكش اي دور. يعني انت مالكش اي دور. احنا كنا بنقول وتوسمنا خير ان انت خلاص هتلعب في الحته دي مكان اوباما وخلاص وهتنسي الناس اوباما والكلام ده. انما كده لا، انت كده مش يعني اللي وصل لي ان انت في ماتش فيوتشر ان انت عملت كل حاجه واثبتت وخلاص وكده. انا ما حدش مالكوش حاجه عندي تاني. لا ما ينفعش، ما ينفعش. الشوط الاولاني كان نجمه متيابه وما اعرفش انت غيرته بناء على ايه يا عم جوميز. الشوط الثاني اللي كان يغير احمد حمدي ويغير شيكابالا ويغير سيف الجزيري. يعني انت لو عايز تغير غير الناس دي عشان تبدا تعمل تاني دوافع جديده وان انت تروح وتجيب جون والكلام ده. احنا الزمالك ضيع ماشي، بس ضيعت امتى؟ وكلها بكور عك وربك يفك. يعني انت عمال تعك وخلاص، وكوره في ال 18 مفيش لعبه مثلا نقول عليها تك 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 وتتعمل وحد يجيب جول. لا ده كله حط في ال 18، الجزيري يطلع، الناصر منسي يطلع، ابراهيم منداي اللي الشوط الثاني نجم المباراه، واخد بالك. ومفيش اي شكل، مفيش اي سيستم، مفيش اي فلسفه انت بتلعب بيها. انت بتلعب وخلاص ورامي نفسك قدام
وفي لعيبه مش شايفه في الملعب، حتى تغييراتك كلها غير مثمره، لان انت لعبت الشوط الثاني 3 فراوده ماشي ما عنديش مشكله، بس انت مش مقسم مين يروح على القريبه ومين يروح على البعيده ومين ياخد الوسط، لا الثلاثه بيبقوا في كوره جنب بعض يا اما بعاد عن بعض. عشان كده كل الكرات اللي هي كانت في ال 18 كلها بتاعت الديفنس بتاع دريمز. ليه؟ لان مفيش حد بياخد القريبه ياخد نظر الناس والتاني بيجي من وراه والتالت بياخد البعيده، مفيش الكلام ده. حتى الكور اللي جات للجزيري بتجيله كده بالصدفه، بالصدفه البحته. فانا شايف ان نجوم المباراه النهارده كان الشوط الاولاني متيابه اللي انت طلعته ما اعرفش طلعته وسبت احمد حمدي ليه. ابراهيم نضاي الشوط الثاني شويه لما نزل سامسون، بس طبعا عشان سامسون ده عشان يبان ويبان امكانياته لازم تلعب كوره، انت ما لعبتش كوره، انت بقيت عمال تحط الكوره عشوائي في ال 18 وخلاص. هو ملوش في الكلام ده، هي الكور دي بتاعت ناصر منسي والجزيري وما عملوهاش. حتى الكورتين اللي جم للجزيري اتعامل معاهم مش هقول لك بتعالي ولا بتاع، هو مش مركز، لو مركز دي واحده يطلع ويحطها كده بس في الجون جول، يوجه بس دماغه. ولكن لسه في ماتش تاني، بس الامور صعبه وجوميز صعبها على نادي الزمالك بالعك اللي هو عكه النهارده ده وبالغرور اللي هو وصل له بعد مباراه الاهلي الاخيره. وان هو ده على فكره ده التشكيل من امبارح هو متصرف، يعني انا عايزين برضه نعرف يعني طب اعمل تغييره. يعني انت عرفت ان انت حطيت امبارح التشكيل والتشكيل اتصرف، شيل شيكابالا وحط متابيا ولاعب محمد شحات، كان الشكل هيبقى افضل والاستحواذ احسن والخطوره هتبقى اقوى. وبعد كده شيكابالا ينزل اخر ربع ساعه بقى، بدل ما انت نزلت مؤاب ياسر وظلمته، بدل ما انت قتلت مصطفى شلبي النهارده بخروجه في بين التامين، مع ان المفروض هو اللي ما يخرجش، اللي يخرج كان يا اما احمد حمدي يا اما شيكابالا، دولت اللي كانوا المفروض يخرجوا، وينزل محمد شحاته وتلعب بالاثنين على الاطراف، متيابه ناحيه اليمين ومصطفى شلبي اللي انت افتقدت الجبهه شوفها برغم الشوط الاولاني ما كانش فايق، انما كان عامل لك شكل ناحيه الشمال. كان هو ونضاي النهارده لو مصطفى شلبي كمل كان يعملوا لك جبهه كويسه، والناحيه الثانيه هيتعمل لك جبهه كويسه متيابه والراجل اللي اسمه الزناري، اللي انا مش مقتنع ان يلعب في الحته دي، ومقتنع ان لو لعب مساك هيبقى احسن مساك في مصر بعد الونش طبعا ومحمد عبد المنعم. ولكن انت العك اللي انت عكيته ده النهارده انت السبب فيه، انت جوميز السبب فيه. وللاسف الراجل اللي قاعد معاك بره ما بيقولكش لا المفروض الملعب دلوقتي محتاج مين، لا انما هي تغييرات بالبركه، اللعب بالبركه. انت شكلك كده بتخاف من اللعيبه بتلعبها، ومحدش يقول لي لا ما بيخافش، لا ده الراجل بيعمل زي اصل عايز يلعب من البدايه مهاجم. ما هلعب بالبدايه مهاجم لازم اكون منظم في الحته اللي قدام والحته اللي تحت اللي هو تحت الفرود، انما انت سمك لبن تمر هندي يا عم جوميز. النهارده انت عمال تفتي فتي سواء في التشكيل سواء في التغيير سواء في اللعيبه اللي انت اخترتها ولعبتها النهارده. يعني انا بقول لك انت قتلت النهارده مصطفى شلبي، قتلت الراجل اللي اسمه متيابه، لان من احسن اللعيبه الشوط الاولاني وهو الوحيد اللي عامل لك خطوره وهو الوحيد اللي الكوره ما بتتقطعش وله شخصيه اكتر من ناس لعبت وعندها الخبره وعندها الحس والجماهيريه والثقه وكل الكلام ده. لما يلعب متيابه النهارده ويظهر بالاداء ده، لا ده لعيب كبير ولازم تحافظ عليه ولازم تديله. احمد حمدي من البدايه ما يبداش. لو انت بقى هتقول لي بقى اصل مش ماشي مفيش ناصر ماهر ومفيش عبد الله السعيد ماشي، بس انت الشوط الاولاني وحش غير، انما انت قمت جاي مغير مصطفى شلبي وقمت جاي مغير. طب فين محمد شحاته اللي هو يعمل لك اتزان في نص الملعب؟ محمد شحاته لما نزل بقى هو الوحيد اللي بياخد كرة وبيروح بيها على الجو. احنا عايزين كده، هي دي الطريقه اللي انت تهاجم بيها، غير احمد حمدي وغير شيكابالا الشوط الاولاني تماما. يعني كل دولت الشوط الاولاني كانوا على فرقه نادي الزمالك، وضاع الوقت 45 دقيقه ضاعوا بسبب ان كل واحد عايز يمسك الكرة ويقول ان انا هو. يعني شيكابالا في كورتين من البدايه لو عملهم على طول، بواحده المتيابه لو رجعها له ورا والثانيه لو عملها للجزيري جوان اللي هو بيبطأ فيها ويبطئ الكوره فيها وعايز يعمل كده ويعمل كده، فالمساحات بتضيق. وخلي بالك ان الافارقه دولت عندهم الانقضاض احسن من اي فرق، احسن من اي لعيبه تانية في العالم، لان هو بيروح على الكوره بسرعته وبقوته، فما بدكش ان انت تشوف وان انت تبدا تشوف الملعب زي اللعيبه بتاعتنا يعني.
بصراحة أنا أحمل جوميز النهاردة وأقول له أنت النهاردة سبب التعادل، ولو لا قدر الله الزمالك خرج أنت السبب إن أنت فرطت في أكبر فرصة ذهبية كانت على ملعبك النهاردة وتكسب 3 و4 مستريح. لو أنت بدأت التشكيل كويس وحطيت بعد كده اللعيب المناسب في التغييرات في المكان المناسب، أعتقد إن كانت النتيجة هتزيد وما كانش هيبقى في حرقة الأعصاب دي ولا الضغط ده. هتقول لي ضيعنا واحدة في العارضة، بس كل ده عشوائي. كل ده انا بصراحه ما النهارده ماتش النهارده ما عجبنيش تماما، لا في التشكيل ولا في الكوره كمان.